ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ريفيو جديد عن كريم لينكس. الكريم ده كنت حاضره عليه فيديو، ان هو كنت بدور على مقشر ينفع للبادي كله، وكمان يدي ترطيب ويفتح. بس فحضرت فيديو لصيدلانيه بتحكي ان الكريم ده كويس خالص لو استخدمته مع كريم اسمه نيفكس كرباميد، وخلطت الاتنين مع بعض فهيدي تقشير. وهما الاتنين كانوا بسعر اقتصادي، لان هي قالت على ايام الفيديو كان الكريم ده ب35. انا لما اشتريته ب42 جنيه من الصيدليه. 42 جنيه. غلي بعدها بفتره بقى ب55، حاليا وصل سعره 80 جنيه. 80 جنيه ومش بيعمل اي حاجه، ملوش اي لازمه خالص. يعني انا بنصح اي حد ما يشتريش الكريم ده ابدا. يعني كان سعره 42، زودوه بقى 55، زودوه لاكتر من الضعف بقى ب80 جنيه، ومش بيعمل حاجه. هو اخره مرطب حرفيا. يعني انا كل الكريمات اللي بشتريها على اساس ان هي تفتيح تقشير ودي، وبكتشف ان هي آه مش بتجيب نتيجه. اخرها بستخدمها مرطب بالايدي، ده اخرهم. ومرطب في الشتاء بس، او لما يعني بغسل ايدي كتير في الصيف فبيحصل يعني بتنشف شويه، فبحط كميه منه اخر مرطب. لكن ان ده ارجع اشتريه ب80 جنيه تاني، لا مش هشتريه ب80 جنيه. يعني في حاجات يعتبر مش معروفه ب25 جنيه، او زي كريم الافانو بنسينول ده اللي عملت لكم عليه 20 جنيه، وبيدي ترطيب احسن من ده. فيا جماعه بنصحكم تدخلوا القناه وتتفرجوا على باقي الفيديوهات اللي بنصحكم فيها ايه اللي تشتروه وايه اللي ما تشتروهوش. ويا ريت لو في حاجه سعرها اقتصادي وبقول لكم اشتروها. يعني انا الافانو بنسينول ده اشتريت منه 5 قطع او 6 قطع مش فاكره، عشان ب20 جنيه، وعارفه بعد ما يتشهر الشركه هتغليه جامد. زي ده 35 42 55 80. والايام دي في زياده رهيبه جدا في الكريمات ومستحضرات التجميل والشامبوهات. انا مش عارفه ايه السبب، ومش عارفه ليه مفيش رقابه على الحاجات دي. يعني ايه كريم كان ب35 يوصل ل80 جنيه؟ واللي مضايقني اكتر ان هي في فتره بسيطه، يعني مكملش كام شهر وسعره ضرب. بس تعالوا نشوفوا بقى مكونات الكريم ده مع بعض. كنت على اساس جايبه ان هو كمقشر، هو لا طلع ولا ينفع ولا مقشر ولا حاجه. حاطين كمية مكونات حرفيا. ادي صفين مكونات، مش كاتبين النسب طبعا. وهو اخره مرطب، وريحته يعتبر مقبولة شوية. غير كده لا. انا هوريكم شكله من جوه. كاتبين يوريا، تقريبا ما فيهوش ريحة اليوريا خالص.